لما كنا صغيرين كنا بنشوف الطربوش في الافلام القديمه ونسال اهلنا هو ايه ده، هي ايه الطاقيه الحمراء دي؟ كانوا ساعتها يرد علينا يقولوا لنا اسمها طربوش. فكنا نسال ما بيتلبسش ليه دلوقتي؟ يقولوا لنا خلاص ده كان زمان ودلوقتي الناس بطلت تلبسه. طب هل معنى كده ان صناعه الطرابيش في مصر خلاص خلصت؟ ده اللي هنعرفه النهارده في الفيديو ده مع عم ناصر الطرابيشي، اقدم طرابيشي في مصر. بس قبل ما نبدا الفيديو ادونا سبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل الفيديوهات الجديده. طبعا مش هوصيكوا لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك في اسرع وقت. يلا بينا نبدا الفيديو. عم ناصر، عايز اسالك شويه اسئله منها الناس تعرف الاجابه بتاعتها منك بالظبط. امورنا حبيبي. هل صناعه الطرابيش فعلا مهدده بالانقراض؟ الازهر فاتح ولا قافل؟ الازهر فاتح. طب انا هقفل ليه؟ يعني طول ما الازهر فاتح طول ما انا شغال. اه يعني انت معتمد على الازهر. لا مش الازهر بس، تمام. انا بتعامل مع جميع الدول العربيه. طب تقريبا يا عم ناصر انت فاتح المحل ده من قد ايه بالظبط او من سنه كام؟ لا انا العده اللي انت واقف قدام منها دي كسره 600 سنه وكسور. ما شاء الله. يعني من الجدود اعمار تانية. ما شاء الله. يبقى شوف بقى 600 وكسور العده، شوف من قبل منها بقى وارجع للمماليك والكلام ده. طب عم ناصر من سنه كام والناس تقريبا بطلت ان هي تلبس الطربوش في الزي الرسمي بتاعها؟ عبد الناصر لغى اللي يقدر مثلا اللي هو يقدر عليه، اللي هو مثلا الطربوش بتاع الملكيه ده اللي لغاه عبد الناصر. لكن طلع مثلا الطربوش بتاع الازهر ده خط احمر، هيلغيه ازاي؟ عم ناصر بالنسبه للحاجات اللي هي العمامات دي ده ايه بالظبط؟ دوت اللي هو يلبسه مثلا شيخ الازهر، وزير الاوقاف، شيخ معهد، رجل منبر، اللي هو ده زي دوت كده، هو يلبسوه 5 6 من الاشخاص. لكن المقرئ ده مقرئ واحد بس. تمام. بيلبس حاجه معينه، ما يقدرش يلبس غامق، ولا الامام يلبس فاتح، ولا الامام يلبس فاتح. يعني لازم ده المقرئ ليه لبس والامام ليه. من عندك من طالب في الازهر لحد شيخ الازهر. يعني لازم انه الطربوش بتاع الازهر ده ما يتلغيش، ما ينفعش. هيتلغي ازاي؟ الازهر يا استاذ الفاضل لما مؤاخذه، اللي النهارده لما بيجي مثلا الامام ما بيخش الازهر، شيخ الازهر نفسه تمام بيخش الازهر معاه لابس بالزي بتاعه. طب مين هو اللي تقدر تقول عليه زبونك الدائم؟ لا كلمه زبون الدائم ده انا ما اقدرش اكلمك عليها، لان الشاشه عندك اذاعه وتلفزيون، معظم الشاشه عندك اذاعه وتلفزيون. طب هل هيجي يوم وان شاء الله تصدر لبره مصر ولا اوريدي انت كده في بتصدر؟ الحالتين بصدر. ما شاء الله لدول عربيه بس؟ دول عربيه طب يا عم ناصر الطربوش الواحد محتاج قد ايه تقريبا عشان يكون جاهز؟ من ساعه ونص. عم ناصر هو ده ايه بالظبط؟ يعني ده طربوش ايه بالظبط؟ اللي انا ماسكه ده طربوش مقرئ. طربوش ايه؟ مقرئ. وغير انه بيعمل طرابيش وعمم للمقرئين، انا كمان اتفاجئت انه بيعمل العمم واللبس بتاع طلاب الازهر الصغيرين والكبار. بص بقى، شوف احنا بناخد الطالب وهو اصغر من كده لحد ما يبقى زي ابوه. ما خلي بالك، ما ابوه كان زيه، ما احنا خدنا ابوه لما كان طالب. وبص دلوقتي بسم الله ما شاء الله، الاب بقى في الازهر والولد لسه في المعهد. طب ايه الطربوش الازرق ده يا عم ناصر؟ ده مثلا بيجي له واحد اجنبي بيبقى عايز مثلا حاجه ليه ولابنه، الله طب زوجته طب بنته، رحنا عاملين الوان مع نفوسنا. طبعا العده دي كلها اصلا من النحاس، يعني معموله كلها من النحاس. دي لما سالت عم ناصر زي ما انتم شايفين قال لنا ان هي دي بقالها فوق ال 600 سنه. ف يعني دي تعتبر اثار حرفيا. طب هل لو حد معاه طربوش واتبهدل منه هل هيرميه؟ اكيد لا. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل في الطربوش اللي بيتوسخ، وكمان هنعرف العمر الافتراضي لاي طربوش. بص ده طربوش ده يتصلح يتقلب. يتقلب ازاي طيب؟ بيتقلب، هو بيبقى بيتعمل على وش، بيقعد 5 سنين ويرجع يتقلب على وش تاني. لا والله. فبيتعمل له تأهيل تصليح، بيتصلح معاه له جديد، تمام. فبيرجع جديد من الأول. فاللي من جوه بيبقى الطربوش من جوه بيبقى فيه حاجة اسمها نشا، مادة لزجة كده بتلزق. فالمادة دي عشان تفك لازم المية سخنة، والمية كده واحدة واحدة بيتفك. فبيتعملوا طريقة غسيل من أول وجديد، وبيتغسل وبتنضف ويرجع يتسحب من أول وجديد. طب هل لما بيتغسل بيرجع زي الأول؟ بصراحة أنا ما كنتش متوقع لحد ما شفته بعد ما خلص، وبصراحة النتيجة كانت مفاجأة. طب عمركم كنتوا تتوقعوا إن القطعة اللي بتتغسل دي هياها دي
بس بعد الغسيل. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك للفيديو وشير الفيديو في كل مكان بحيث ان اكبر عدد من الناس يقدروا يشوفوه، وسبسكرايب للقناه. عايزين نوصل القناه 1000 مشترك في اسرع وقت ممكن.